شوف الضيم بس، هو هذا الحادث مو أول مرة يصير ولا آخر مرة أكيد، بس وسط مجتمع مثل المجتمع العراقي، مجتمع محافظ جاي نحافظ على ما تبقى من مبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا، يحز بقلبك ما تشوف فيش خبر سيء كلش. يعني أكيد هي راحت ونالت جزاتها هي وعشيقها يعني، بس يعني شو ما تجيبها ما تجي عدل. يعني نحن مجتمعنا العراقي معقول راح يصل فد يوم أو دا يصل عقلية مثل عقلية الأجانب اللي هم مقضيها بس خيانات، يعني عموما مثل حياة الحيوان عموما. يعني يعني ما يهمه أخته أمه أي شي ينام وياها. بس اللي أريد أوصل له أنه مجتمعنا العراقي مع الأسف أنه هاي الظاهرة جاي تكثر بشكل مخيف. يعني أكيد السوشيال ميديا لها تأثير رقم واحد، بس الشيء اللي ينغز بقلبك أنه هذا الشيء يعني مو غير أنه يصير بمدينتك بمنطقتك بين أحد من أهلك، كلش حيأثر ويأذي نفسيتك. الله يحسن خاتمتنا بس ويستر على عراضنا.